السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بأحوال الطقس في الجزائر. اليوم غد السبت 8 فبراير 2025 والأيام المقبلة بحول الله. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا. توقعات من يوم غد السبت إلى غاية يوم الأحد 16 فبراير 2025. إذا نستهل هذه النشرة بأحوال الطقس المرتقبة ليوم غد السبت 8 فبراير 2025. نتوقع بحول الله طقس صافي ومستقر على كافة مناطقنا الشمالية والجنوبية صبيحة يوم غد. لكن بداية من مساء وليلة يوم غد نتوقع بحول الله التحاق اضطراب جوي آخر يخص أولا المناطق الساحلية والقرب منها، الوسطى الغربية والوسطى، مساء يوم غد بأمطار غزيرة، ثم تلتحق هذه الأمطار بالمناطق الساحلية الشرقية ليلة يوم غد إن شاء الله. أما باقي المناطق الطقس سوف يكون صافي ومستقر والله أعلم. الولايات المعنية بالأمطار مساء وليلة يوم غد إن شاء الله هي كل من ولاية شلف، طيباز، العاصمة، البليدة، تيزي وزو، بجاية، بويرة، بومرداس، عين فلاتي، سمسيلت، المدية، تيارت، سعيدة، شمال سطيف، جيجل، عناباس، كيكدا، شمال برج بواراريج والله أعلم. وهذا الاضطراب سوف يستمر أيضا يوم الأحد من حين لآخر وعلى فترات في بعض المناطق الوسطى الغربية وأقصى المناطق الساحلية الشرقية، ثم تتحسن الأجواء مساء يوم الأحد. أما باقي المناطق الطقس سوف يكون صافي ومستقر. بالنسبة ليوم الاثنين 10 فبراير 2025 نتوقع بحول الله استمرار تساقط بعض الأمطار على أقصى المناطق الشرقية الساحلية والقرب منها، ثم تتحسن الأجواء مساء وليلة يوم الاثنين. أما باقي المناطق الطقس سوف يكون صافي ومستقر والله أعلم. وهذا الاستقرار سوف يستمر أيضا يوم الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 فبراير 2025، لكن استقرار مؤقت. حسب آخر التحديثات للنماذج العالمية تتوقع قدوم اضطراب جوي نشيط يخص كل المناطق الشمالية من الغرب إلى الشرق بأمطار غزيرة وأيضا بعض الثلوج على المرتفعات العالية، وهذا بداية من صبيحة يوم الخميس 13 فبراير 2025 إن شاء الله. وهذا الاضطراب سوف يستمر أيضا يوم الجمعة 14 فبراير على المناطق الوسطى والشرقية، ثم تتحسن الأجواء مساء يوم الجمعة وأيضا السبت، ثم بداية من يوم الأحد 16 فبراير 2025 حسب آخر تحديثات النماذج تتوقع قدوم اضطراب جوي آخر. البداية تكون بالمناطق الغربية إن شاء الله. عند اقتراب المدة سوف نوفيكم بكل التفاصيل إن شاء الله. هذا كله والله أعلم. إذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.